بتبدأ الأحداث في وقت كان انتشر فيه فيروس معدي بشكل كبير، وكل اللي اتصاب بالفيروس ده كان بيتحول لزومبي أو السائرون، أموات أحياء بيهيموا في المدن والشوارع بيدوروا على حد يهاجموه ويتغذوا عليه. كان اللي بيتعرض لهجوم السائرون ويتخربش بيتصاب بالعدوى ويبقى واحد منهم، والطريقة الوحيدة لقتلهم كانت بتدمير الدماغ. في الفترة دي زادت المجاعات، والناس اللي نجوا وما اتصابوش بالعدوى كانوا بيحاولوا انهم يحافظوا على نفسهم في معسكرات آمنة وسرية، وكل مجموعة كان ليها قائد. بس في نفس الوقت كان في منظمة كبيرة عبارة عن أقوى الناس في البلد اللي عندهم نفوذ وما زالوا بيخططوا انهم يفرضوا نفوذهم على الباقيين. كانوا مستقرين في مدينة موقعها سري متحوطة بأسوار وعندهم جيش قوي، واللي بينقذوه من الشوارع كانوا بياخدوه المدينة دي. بس الحكاية ما كانتش زي ما الكل متخيلين، ويعيشوا في سلام وأمان والحياة وردي. ده اللي هنعرفه مع بعض. فارق بقى كان مأمور سابق وكان قائد جماعة استقرت في الغابة، كان بيحمي أصحابه وزوجته وأولاده لغاية ما في يوم بيتعرضوا لهجوم من السائرين، ولما بيهربوا ريك بيفجر الجسر قبل ما السائرين يهجموا على عيلته، وبيتصاب في الانفجار ده وبيختفي. بس من حظه إنه ما ماتش، وتم إنقاذه على إيد الجيش اللي بنقول عليه. بنشوف ريك وهو في غرفته بيحاول إن يقتل نفسه، بس ايه اللي وصله إنه عاوز ينتحر بعد كل اللي مر بيه ده؟ بنعرف إن ريك في ال5 سنين اللي مروا من يوم حادثة الجسر وهو بقى واحد من المستسلمين، يعني استسلم لأنه يشتغل مع الجيش في القضاء على السائرين. بنشوفه مع مجموعة من المستسلمين اللي زيه متأيدين بكابلات من إيديهم الشمال، وكل جندي ماسك كابل من دول وبيسيبوهم يتقدموا في الغابة علشان يقتلوا السائرين اللي بيهاجموهم. ساعتها ريك بيحس إن دي فرصته علشان يهرب، ولأن الكابل كان فولاذ ولا يمكن يقطعه بالفاس اللي معاه، ريك بيضحي بايده وبيقطع كفه خالص علشان يتحرر ويهرب. ما كانش شايف طريقه غير كده لما بيلاقي انه بينزل بغزاره وبدا جسمه يدخل في صدمه، بيشوف جثه زومبي متفحمه وبيحط ايده في النار علشان يكويها ويوقف النزيف، بس من شده الالم بيغمى عليه والجنود بيمسكوه تاني وباظت خطته. ساعتها بيحلم بميشون، واول مره قابلها فيها وقع في حبها. فجاه بيفوق من حلمه وبيلاقي انه راجع اوضته تاني، خسر ايده بس. وبنعرف ان اللي بيدخل المدينه دي لا يمكن يخرج منها ابدا، ده غير ان موقعها خافي ومتحوطه باسوار عاليه بتحميها من السائرين. واللي بيكونوا زي ريك دول اللي بيتم انقاذهم بيشتغلوا في الزراعه او محطات الميه او النفايات، ولو اقوياء شويه بيروحوا مهمات لقتل المشاة والسائرين. دي ما كانتش المره الاولى لريك في الهروب، بس المقدم اوكفور كان هو اللي بيقنع القيادة انهم يسيبوه في مكانه علشان قوته وان اكتر واحد بيقتل المشاة. حتى بعد ما فقد ايده كان راجع يقوم بمهمته في قتلهم برضه. ساعتها اوكفور بيقول له ان فرصته الوحيدة ان يبقى واحد من الجنود مش مجرد مستسلم بيقوم بمهمة ومتأيد ومتراقب طول الوقت. ريك ما كانش عاوز يبقى جندي لأنه لو أخذ الخطوة دي مش هيخرج من المدينة أبدا، بس هو بيتكلم مع واحد زميله أخد باله إن دي فرصته الوحيدة علشان يقدر يجمع خيوط وحلول إنه يخرج من المدينة براحته من غير ما حد يشك فيه. فعلا بيوافق على عرض أوكفور وبيبقى جندي وبيلبس الزي الرسمي بتاعه، وبيركبوا له قبضة حديدية في إيده اللي اتبترت، وبيبدأ تدريباته مع الجنود. وبعد كده كان بيدور في السر على طريقة يهرب بيها للأبد علشان يرجع لعيلته. وفي ليلة ريك بيروح مع أوكفور في مهمة هو وزميلته، بس بيكتشفوا ان اخدهم لمكان انقاض مدينه سابقه، وبيتكلم معاهم في موضوع تاني خالص كان مفاجاه ليهم. ريك بيعرف منه ان هو السبب في انه لسه عايش لغايه دلوقتي، لان على حسب تصنيفات قياده المدينه فالناس بينقسموا الفئتين 2 الف وب والف، بتمثل الشخصيات القويه القياديه اللي الجيش بيقتلهم علشان ما يوصلوش للقياده ويغيروا كل شيء. اما الفئه التانيه فبتمثل الناس الضعاف اللي بينفذوا الاوامر وبس. اوكفور كان بيخطط انه عايز يغير الجيش والطريقه اللي بيشتغلوا بيها، بس ما كانش غيره بيفكر بالطريقة دي. واللي زي ريك بروحه المتمردة وانه عاوز يكسب حريته من تاني، والجندية التانية اللي سبق وحاولت تقتل اوكفور نفسه علشان تهرب بيديهم كل واحد كتاب وبيتفق معاهم انهم يقروه الاول علشان يعرفوا هيعملوا ايه. بيرل لما بيتكلم مع ريك بيعرف منها ان اوكفور هو اللي انقذها بعد ما كانت في المحيط لايام طويلة، وما كانتش عاوزة تبقى واحدة من الجيش، بس ده اللي حصل. بيرلي كانت فاهمة ان ريك عاوز يهرب علشان له حد بره وعاوز يرجع لها، بتحاول تفهمه ان وجوده هنا على قيد الحياة احسن مليون مرة من انه يحاول يهرب تاني ويخسر حياته او حتى يوصل لها ويكون السبب في موتها. ريك مش بيتقبل كلامها ابدا وكان مصمم على افكاره. بعدها بكام يوم كانوا اكتشفوا ان في مدينتين زيهم بس ما كانوش محافظين على سريتهم ولا موقعهم السرية. المهم ان ال3 مدن دول عملوا تحالف علشان يحاربوا سوا السائرون ويحمي بعضهم. ريك بقى في يوم بيروح المدينة علشان يقابل استيبان صديقه القديم الوحيد اللي كان بيتكلم معاه وكان وجهه انه يكون جندي. المهم ان استيبان دلوقتي بيشتغل في محطة المية. ريك بيروح له علشان يعرف منه نفق سري يخرجه من المدينة. في الاول استيبان كان رافض، بس ريك بيقنعه علشان يساعده يرجع لزوجته. فعلا استيبان بيحدد له النفق على الخريطة، كمان بيقول له على الرقم السري للبوابة علشان يخرج من غير ما حد يحس بيه. ريك كان عارف ان المدينة ما فيهاش مخرج للأحياء، فبيعمل خطة انه يروح في مهمة بالليل علشان يقتل المشاة الأموات، وبيجهز جثة بنفس مواصفاته وبيسيب عليها الرقم التعريفي بتاعه علشان هيولع فيها ويبقى الرقم هو الدليل على موته، وبكده محدش يطارده تاني.
بيرمي قنبلة وسط المشاة الأموات وبيروح يفتح النفق علشان يهرب، بس في اللحظة دي بيتفاجئ ببنت صغيرة بشرية مش مصابة. أول ما بتشوفه بيقتل في الزومبي، بتصرخ وهو بيجري وراها علشان يهديها. ساعتها بيرلي كانت موجودة وشافت كل اللي عمله من بعيد وأنقذت البنت وقالت له ينسى اللي بيفكر فيه ويرجع معاها. ساعتها بيرلي بتقول له إنها كده بتنقذه لأن أوكفور عارف كل حاجة عنه وعن زوجته وأولاده والمكان اللي هم فيه. أول ما ريك بيرجع الوحدة بيهجم على أوكفور في غرفته وبيهدده بالموت، بس أوكفور كان رد فعله سابق جدا، بيقول له إن لو هرب هيقتل ميشن وكل اللي هو بيحبه. الاتنين بيتقاتلوا ساعتها علشان ريك مصمم إنه يهرب ويختار عيلته، وأوكفور العكس. وبنكتشف إن أوكفور سبق واتحط في نفس الاختيار ده وفجر مدينة كاملة كانت زوجته فيها وقتلها علشان يحمي باقي الناس، لأنه كان شايف إن حياة شخص واحد مش مهمة قصاد حياة آلاف الناس. ولما ريك بيطلب منه يقتله، أوكفور بيرفض وبيقرر إن ينقله للخطوط الأمامية. بس بعدها لما ريك بيرجع أوضته بيفكر في خطة تانية. بتيجي بيرلي تفاجئه بخبر مخيف وإن المدينة التالتة اتهاجمت واتدمرت وأكتر من 100,000 شخص ماتوا. ساعتها بيرل بتقول له إن تدمير المدينة بسبب إن مكانها كان معلوم ومش سرية زيهم، من الطريقة الوحيدة علشان ينجوا بحياتهم إنهم يحافظوا على أسرارهم، علشان الأسرار هي اللي توصل للنجاح والنجاح. ريك بيسهر يتفرج على أخبار المدينة اللي اتدمرت وبيعرف إنه مش هيعرف يهرب، ولو حصل هينتهي بيه الحال مقتول، علشان كده بيقرر إنه ينتحر. بس لما بيجي ينفذ مش بتهون عليه حياته، وإنه لو عمل كده يبقى كل السنين اللي فاتت وتحمله لكل شيء راح في الفاضي، فبيقرر إنه يتحمل كمان شوية. من وقتها بقى وريك ما بقاش بيحلم بميشن خلاص ولا عيلته ولا أي شيء من الماضي، كل اللي بقى شايفه هو المستقبل وبس، وازاي يعيش حياته في المدينة السرية وايه اللي يقدر يعمله علشان ينقذ العالم. في الآخر بيحرق كل تذكارات ميشن ورسائله ليها وبيتخطاها خلاص. في الوقت الحاضر بقى، بعد ما بقى دراع أوكفور اليمين كان في مهمة استكشافية معاه بالهليكوبتر، لما فجأة قذيفة بتصيب أوكفور وبيموت في لحظتها، وبتعرضه لهجوم مستمر لغاية ما الطيارة بتقع على الأرض. ساعتها الجنود اللي كانوا مع ريك بيجروا في كل اتجاه علشان يقتلوا اللي بيهاجمهم، بس بيموتوا قبل ما يعرفوا مين حتى. وريك وبيزحف على الأرض بيحاول يوصل لسلاح يدافع بيه عن نفسه. فجأة بتظهر واحدة لابسة درع من بتوع الساموراي ومعاها سيف، كانت هي اللي قتلت الجنود وكانت هتقتل ريك لولا انها بتشيل الخوذة من على راسه الأول وبتتفاجئ بيه. ساعتها ريك بيتفاجئ هو كمان ان دي ميشون زوجته، ومن الصدمة ما كانش مستوعب أي حاجة وزي ما يكون اتخشب في مكانه. وعشان نعرف ميشون قدرت توصل له ازاي بعد السنين دي كلها، بتحكي لنا اللي حصل لها من 6 سنين لما عرفت في يوم ان ريك لسه عايش، واتأكدت من ده لما لقت رسالة منه تليفون مرسوم عليه صورتها هي وابنه كارل. من وقتها وهي بدأت تدور عليه في كل مكان. لما بتبدأ رحلتها في البحث عن ريك بتقابل 2 كانوا محتاجين مساعدة لأن الزومبي كانوا بيهاجموهم، وميشون ظهرت في الوقت المناسب وأنقذتهم. ولما بتوصلهم للمعسكر بتاعهم كانت القائدة أخت البنت اللي أنقذتها مصممة إن ميشون تستقر معاهم، ورافضة إنها تديها حصان تسافر بيه مع إنها أنقذت أختها من الموت. ساعتها ناد بيتدخل وبيقنع إل إنها تدي حصان لميشون وإلا هيمشي معاها. بتخانق مع إل علشان أسلوبها في القيادة وإنهم مش بيتوفقوا علشان ينقذوا أي حد، حتى أختها لما كانت في خطر اتحركوا وسابوها من غير ما يدوروا عليها. نات هو اللي بيسمح لميشون تختار الحصان اللي يعجبها علشان يرد لها المعروف. مش بس كده، ناد بيديها درع الساموراي وبيوصلها للطريق الأسرع كمان. في الوقت اللي كانت ميشون بتقرب من المدينة بتتفاجئ بجيش من الزومبي مقابلينها وكانوا يسدوا عين الشمس ومستحيل كانت هتعرف تعدي منهم كده. في الوقت اللي بتستعد فيه للقتال بتتفاجئ بانفجارين على اليمين والشمال، والسائرين بيتحركوا في اتجاهين وبتفتح لها طريق تعبر منه. ساعتها بتلاقي نات واللي ميشون أنقذتهم جايين يساعدوها، بيقرروا انهم يسافروا معاها لانها محتاجة الحماية. لما بيوصلوا المدينة تاني يوم بيتفاجئوا بمروحية رمت عليهم قنابل كلور والفيروس اللي بيحول البشر لزومبي. ساعتها الكل بيتعرضوا للإصابة، وفي لحظة كان عدد كبير من المسافرين يتحولوا لزومبي وبيقتلوا في الباقيين. ميشن ونات واصحابهم بيهربوا وبيستخبوا في مبنى قريب، ولما بتطمن عليهم بتسيبهم وبتروح تدور على انابيب اكسجين علشان يعرفوا يتنفسوا. بس على ما بترجع بتلاقي الاتنين اللي انقذتهم يتحولوا لزومبي، فبتقتلهم. ونات كان علشان يحمي نفسه كان عامل دايرة من النار حواليهم يستخبي فيها. ميشن ونات بيعيشوا في المكان ده لأكتر من سنة على ما يتعافوا من إصابتهم، لأن غاز الكلور حرق حناجرهم ورئتيهم، حتى النفس ما كانوش بيقدروا يتنفسوه من غير أنابيب الأكسجين. بعد سنة ما بتمر كانت ميشون مقررة إنها تكمل رحلتها وتدور على ريك تاني، وناد مش بيتخلى عنها وبيروح معاها. بس لما بيوصلوا المينا آخر مكان ظهر فيه ريك بيلاقوا مليان بتلال من الجثث المتفحمة. ساعتها ميشون بتنهار علشان ممكن يكون ريك من الناس دي، بس قلبها كان حاسس إنه لسه عايش وبتحاول على قد ما تقدر إنها ما تفقدش الأمل. تاني يوم وهما الاتنين بيكملوا طريقهم في الغابة بيشوفوا على بعد مروحية بتقرب، فناد بيقرر إنه يدمرها قبل ما ترميهم بغاز الكلور تاني، وكان عاوز ينتقم من الجيش اللي قضى على كل اللي بيحبوهم. فعلا المروحية بتقع وبتتدمر، وميشون بتاخد سيفها وبتجري تقتل كل الجنود. بس قبل ما تقتل حد كانت بتشيل القناع الأول علشان تتأكد إنه مش ريك. على ما بتيجي تقتل آخر واحد بتتفاجئ إنه ريك. ساعتها ريك بيقول لها إنها المفروض ما كانتش تلاقيه، وبيقول لها
انها لازم ما تقولش اسمها الحقيقي وما تبينش انها قويه، وانها هي اللي قتلت الجنود علشان في مروحيه تانية جايه وهيقبضوا عليهم. ساعتها نات وهو بيطمن على ميشون كان واحد من الجنود لسه عايش وبيضربوا رصاصه في قلبه تقتله في لحظتها. يا دوب دقيقه وكانت المروحيه التانية وصلت، وريك بياخد مسدس ويسلطوا على ميشون بالاتفاق معاه علشان ما يتكشفوش. ولما بيطبد عليها وبتروح المعسكر في المدينه بيحققوا معاها علشان يعرفوا ايه اللي جابها في المكان ده وليه وايه اللي حصل. ساعتها ميشون بتقول لهم انها كانت بتدور على حد يحميها، وشافت ريك محتاج مساعده فحاولت تساعده. فعلا بيصدقوها لانها كانت بتمثل انها ضعيفه ومكسوره. ولما بتقابل ريك بعدها بيحذرها من انها تظهر قوتها علشان ما تلفتش النظر ليها، ويعرف يهربها من هنا قبل ما تكون محط اهتمام، لان لو تعرف قوتها وشجاعتها وشخصيتها القياديه وعندها هيقتلوها. ولما ريك بيرجع غرفته بيلاقي جيدس مستنياه وبتهدده لانها عارفه ان ميشون تبقى زوجته، وبتهدده ان لو حاول يهرب معاه هي عارفه مكان المعسكر بتاعه وهتقتل كل اللي فيه حتى ولاده من قبل ما يلحق يوصل هناك اصلا. ولانها عارفه انه هيحاول يقتلها علشان يخفي السر ده ومحدش يعرف ان ميشون زوجته، بتحذره من انها سايبه ملف فيه كل المعلومات السريه عنه علشان لو اتقتلت هيظهر الملف ده واللي معاها هيقتلوهم برضه. يعني من الاخر كده ميت وكده ميت. بنعرف ان جيدس هي اللي انقذت ريك ودخلته المدينه، بس اكتشف وقتها انه مش هيعرف يخرج منها ابدا. جيدس لما بتهدد ريك بيوعدها انه يقتلها قريب. بيروح بعدها لبيرل يطلب منها انها تساعده وتاخد ميشون في فريق المستسلمين علشان تكون في امان الى حد ما قبل ما يحطها في اختبار تاني ويكتشفوا حقيقتها. فعلا بيرل بتوافق تساعده جيدس علشان كانت عارفه ان هو وميشون مع بعض هيقدروا يحققوا اي شيء كانت عاوزه تبعدهم عن بعض باي طريقه. تاني يوم كانت ميشون بدات في مهمتها في قتل السائرون اللي بيهاجموا الاسوار، وفي الوقت اللي كانوا بينقلوا الجثث بيكتشفوا ان فيهم زومبي لسه عايشين وكانوا هيهاجموهم. بس ميشون بتتصرف بسرعه جدا وتقتلهم في لحظه من قبل حتى ما الجنود يلحقوا يطلعوا سلاحهم. الكل بيعجبوا بيها بس ريك مش بيعجبه اللي حصل لانها كده لفتت النظر ليها وانها مش ضعيفه زي ما كانت مبينه في التحيات. بعدها بيرلي بتترقى وبتاخد منصب اوكفور وكانت فرحانه جدا. ده بيخلي مهمه ريك تبقى اصعب وبقى عنده يقين انها لا يمكن تساعده وتخون الجيش والمنظمه. ساعتها بيتحرك هو مع نفسه وبيدي ميشون رساله بيقول لها فيها تقابله بالليل في ساعه معينه عند النهر وبيوصف لها الطريق. وعلى ما ميشون بتيجي كان ريك سبقها وجي يأيد كل الاموات والاحياء اللي في الطريق، وكمان زي في جثه في المستنقع على انها هي، وظبط كل حاجه وساب لها شنطه مؤونه في مركب علشان تهرب بيه. بس ميشون لما بتدور عليه مش بتلاقيه وبتلاقي رساله منه بيقول لها انها تهرب هي. تاني يوم ريك بيتفاجئ بيها عند السور وبتقتل عدد اكبر من السائرين حتى انها كسرت الرقم القياسي بتاعه. ريك ما كانش عارف يتصرف ازاي وبيتخانق معاها وبيقول لها طول السنين دي ما عرفش يهرب علشان ما كانش في حد من الجنود يساعده، وبقى دلوقتي بيوفر لها الفرصه دي وبيغطي عليها علشان ترجع لاولادها وتحميهم. بس ميشون مش بترد عليه وبتسمعه بس وبتمشي من غير ولا كلمه. تاني يوم بيرلي بتتكلم مع ميشون وبتاخدها معاها مكان الانقاض وتعمل نفس اللي عمله اوكفور معاها هي وريك زمان. تسال ميشون وتحقق معاها لان مش باين عليها ابدا انها ضعيفه زي ما بتقول او انها اعتماديه. كانت بيرلي ماسكه خنجرها وبتستعد علشان لو لقت رد ما عجبهاش من ميشون هتقتلها. وريك واقف اعصابه مشدوده ومتحفز انه يقتل بيرلي لو حاولت تهاجم ميشون. ميشون بترد على بيرلي الرد اللي كانت عاوزاه تبقى من فريقها وبتطيع اوامرها. بعدها بيرلي بتقود مجموعه من الجنود من ضمنهم ميشون وريك وبيروحوا في مهمه لقتل السائرون اللي في الغابه، وبيقربوا وبيشكلوا خطوره كبيره عليهم علشان عددهم كبير. كان المفروض ان الجنود هيسهلوا ويفتحوا طريق لبيرلي على ما تزرع القنبله في وسط المكان، بس العربيه اللي عليها المتفجرات بتغرس في الارض وبيرلي مش بتقدر تحركها. ساعتها ميشون هي اللي بتتحرك وبتدفع العربيه لغايه ما بتوصلها للنقطه المحدده، وريك بيساعدها لغايه ما بيفجروا عدد كبير من السائرين. ده بيخلي بيرلي تتحفز وتاخد موقف ضد ميشون لانها كده بتتحدى تسلسل القياده في وسط ما هم بيقتلوا الزومبي. كانت بيرلي سلطت البندقيه على ميشون وبتفكر تقتلها، قال يعني الرصاصه جت فيها بالغلط. بس ريك بياخد باله وبيفوق بيرلي بانه بينادي عليها ويخليها ترجع لعقلها. ولما بيرجعوا المعسكر بيرلي بتتخانق مع ريك علشان هو اللي عاوزها تحميها، مش محتاجه هي حمايه اصلا بل بالعكس دي تحمي بلد. وجودها في فريقها بيعرضها هي للخطر وبيخليها محط سخريه من الجنود التانيين لانها مش بتحترم القواعد والقوانين. ريك بقى بيتخانق مع ميشون بالتبعيه لانها عماله تلفت الانظار ليها وتكسب عدوات هي في غنى عنها وبتصعب فرصه هروبها. ولما بيروحوا في مهمه جديده وبينتقلوا بالمروحيه كان في عاصفه ممطره وميشون بتستنى الفرصه. اول ما بيكونوا فوق البحيره ومره واحده بتفتح الباب وبتدفع ريك وبتقع بيه في البحيره. ساعتها ريك وميشون بيسحبوا في الميه لغايه ما بيوصلوا الشط وبيخرجوا يستخبوا في اقرب مبنى على شط البحيره. ريك كان متعصب جدا وبيقول لها انهم لازم يرجعوا لانها مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. بيقول لها على جيدس وتهديدها له انهم لو هربوا هتقتل عيلته. ميشون بتسمعه وهي مش عارفه ايه اللي حصل له خلاه يبقى بالحاله دي. فين شجاعته واصراره؟ ما كانتش شايفه ان ده الراجل اللي كان بيضحي بحياته في حادثه الجسر علشان يحمل كل ابدا. كانت شايفاه بيحاول يتمسك بحياته اكتر
زي ما يكون ارتاح على الحياة في المدينة السرية وإنه مبسوط إنه بقى من الجنود وكل حاجة متوفرة له، ليه يهرب ويعافر علشان يوفر حتى الأكل والمية. لما بيحاول إنه يشغل جهاز الإرسال علشان يبعت إشارة للجيش، بيلاقي إن ميشون أخدت الجهاز منه أصلا علشان عارفة إنه هيحاول يتصل بيهم وهي عايزة تتكلم معاه وتعرف إيه اللي حصل له. وقتها ميشون بتفاجئه وبتقول له إنه عنده ولد تاني اسمه ريك، عنده دلوقتي 8 سنين. بس حتى لما بيعرف ريك كان على موقفه ما كانش له أي رد فعل خالص، ولسه بيطلب منها جهاز الإرسال. ساعتها ميشون كانت هتتجنن. ريك بيقول لها على جيدس وتهديدها له، وإنها عارفة مكان المعسكر بتاعهم في اسكندرية في جورجيا، لأنها أصلا كانت هربانة من هناك. ميشون ما كانتش مقتنعة وبتقول له إنهم لو تعاونوا هيقدروا يوقفوها وينجوا بحياتهم. بس ريك كان خايف وعاوزها هي اللي تهرب وتحمي أولادهم ويخليه في الجيش يبعد الأنظار عنهم. بتقول له على اقتراح حلو إنهم يرجعوا المدينة ويدوروا على الملف اللي جيدس مخبياه ويدمروه ويقتلوها ويرتاحوا. ساعتها النهار بيطلع والعاصفة كانت خلصت. بيتفاجئوا بإن المروحية اللي كانوا فيها اصطدمت بالمبنى المقابل وكل اللي فيها ماتوا. تفرح جدا على أساس إن دي فرصتهم في إن الجيش يعرفوا إنهم ماتوا وبكده يهربوا من غير ما حد يطاردهم. ريك بيرفض وبيقول لها إنه مش هيرجع البيت. ساعتها ميشون بتفتكر كلام نات لما كان بيقول لها إنه عارف النهاية شكلها إيه، إنه كان بيقصد إن ريك هيرفض إنه يرجع معاها. ميشون كانت حاسة بإحباط رهيب علشان ريك الشجاع اللي قضت من عمرها سنين تدور عليه اتغير وبقى واحد تاني، وبتعرف إنه رافض يرجع البيت علشان عنده أمل إنه يغير الجيش ومفاهيمه في يوم من الأيام. ساعتها ميشون بتتخانق معاه وبتكسر الأباجورة وبتاخد العمود بتاعها وتمشي، وبتقابل مجموعة كبيرة من السائرين. ولما بتستعد إنها تقتلهم بتتفاجئ بمروحية ضربت المبنى بصاروخ والمبنى كان بيتهد على اللي فيه. ريك بيجري على ميشون يحميها من السائرين ويستخبوا تاني، وبيكملوا الخناقة. وريك بيلومها إنها كانت بتدور عليه وسابت أولاده من المجهول، وكان مصمم إنه يخليها تهرب وترجع لهم. فلما ميشون بتعرف قد إيه هي غلطت وبتقرر إنها ترجع لأولادها. بس الأول كان لازم يطلعوا من الورطة اللي هم فيها دي، لأن السائرون كانوا بيهاجموهم من كل اتجاه. والنجفة بتقع فوق ميشون تثبت رجلها في الأرض ومش بتعرف تتحرك. وعلى ما ريك بيحاول يحررها كان السائرون تجمعوا حواليهم وبيهاجموهم بشراسة، بس ميشون بتقتلهم. وقتها ميشون بتقنع ريك إنه يرجع لعقله وينتقم من اللي سرقوا عمره وعمرها وبعدهم عن ولادهم سنين. أصلها ما لقيتوش في يوم وليلة، دي بقى لها سنين بعيد عن ولادها لغاية ما لقيته. بنعرف إن السبب في تغيير ريك بالشكل ده هو خوفه علشان اللي حصل لكارلو، إنه تعرض لهجوم السائرون ومات، وخسر ريك وقتها كتير، واللي مر بيه في الجيش خلاه مع الوقت يفقد هويته. ميشون بتطمن ريك وأخيرا بيتفق معاه على الهروب، وبيشقوا طريقهم في المبنى بين الأموات والأحياء وبيقتلوا كل اللي يقابلهم لغاية ما بيلاقوا عربية لحسن حظهم بيشغلوها وبيتحركوا علشان يرجعوا لأولادهم. ميشون وريك لما العربية بتعطل بيهم على الطريق بيكسروا عربية تانية بيلاقوها وكان جواها كمية كبيرة من الأكل. لما بيوصلوا الغابة بيكملوا الطريق مشي، وبيلفت نظرهم استغاثة مجموعة من الناس كانوا بيتعرضوا لهجوم السائرون. بيجروا عليهم وبيحاولوا يقتلوا السائرون دول، بس بيتفاجئوا ان بشرتهم متحجرة والسيف مش بيأثر فيهم، واكتشفوا ان السبب في البخار اللي في الينابيع الساخنة اللي على الجبل. المهم انهم بينجحوا في قتلهم وبيقدموا سناكس من اللي معاهم للثلاثة اللي انقذوهم، بس بيتفاجئوا ان رد فعلهم انهم طمعانين في الكمية اللي معاهم كلها وبيهددوهم بمسدس. ساعتها ريك وميشون بيوقفوهم عند حدهم وبيضربوهم وبياخدوا منهم المسدس، وكمان بيستعيدوا السناكس اللي قدموها لهم من شوية وبيسيبوهم يمشوا جزاء لمعاملتهم. بعدها بيتوقفوا عند فندق مهجور على الطريق بعد ما تابوا من الطريق، وريك كان عمل أفخاخ حوالين الكوخ اللي هم فيه علشان لو حد فكر يهاجمهم فجأة. الغريب ان بالليل بيوصل شخص غامض بيفك سلوك الفخ اللي عمله ريك وبيدخل الكوخ من غير ما يحسوا. وبنرجع في الاشباك من 3 سنين بنعرف ان جيدس كانت بتروح تقابل جابرييل، واحد من قادة المجموعة في اسكندرية واللي يعرف ريك وميشون كويس قوي. جيدس لما بتسأله عن ريك بيحكي لها كل شيء عنه وعن حادثة الجسر وميشون. جابرييل كان بيثق فيها جدا وبيقابلها من غير ما حد يعرف، لانها اصلا هربانة من مجموعتهم وانضمت للجيش، فبقت مكروهة وكتير عاوزين يقتلوها. في الوقت الحاضر بنكتشف ان جيدس هي اللي اقتحمت الكوخ وفاجئت ريك وميشون، وبتخليهم يقيدوا بعض علشان تضمن ان محدش منهم يهاجمها. بتقول لهم ازاي وصلت لهم وتتبع اثارهم على طول الطريق. كان كفايه انها تمشي وراء اثار عربيه على جنب الطريق وجثث السائرين اللي قتلوهم لغايه ما وصلت هنا. فجأة ريك بيتحرر وبيضربها بالنار وبيدي الفرصه لميشون انها تهاجمها هي كمان، وجيدس بتصب رصاصه في جنبها وبتهرب. بنعرف بقى ان جابرييل زمان لما كان بيقابل جيدس ويقول لها على اخبارهم بيطلب منها انها تساعدهم وتوفر لهم اكل ومؤونه لانهم قربوا على مجاعه، بس هي بترفض وبتمشي على اعتبار انها هتقابله السنه اللي جايه في نفس المكان في الغابه. في الوقت الحاضر كان ريك وميشون بيطردوها على الطريق لغايه ما بيخلوها تخبط في شجره، وعلى ما بيروحوا يشوفوها بيلاقوها اختفت. ميشون كانت مصممه انها تقتل جيدس وريك كان معارضها علشان لو هي ماتت في غيرها هيطاردهم. جيدس بتهرب في الغابة لغاية ما بتقابل التلاتة اللي سبق وميشون وريك ساعدوهم،
تطلب منهم يساعدوها، وبيوافقوا في مقابل انها تدخلهم من المدينة بتاعتهم وتوفر لهم سكن واكل. ولما كان ريك وميشون بيتتبعوا اثارها في الغابة بما انها بتنزف، كان اثار دمها على الاشجار اللي كانت بتسند عليها وهي ماشية. بيوصلوا المخزن في قرية مهجورة، لما بيدخلوا بيتفاجئوا بالبنت اللي سبق وساعدوها اللي هي متنكرة على انها جيدس. فجأة بتظهر جيدس من وراهم، والكل بيهاجموا ريك وميشون وبيضربوا عليهم نار. بس مرة واحدة بيظهر مجموعة من الزومبي بيهجموا على الثلاثة ويقتلوهم، وبقت المواجهة دلوقتي بالريك وميشون وجيدس. بس لما جيدس كانت هتوقع فريسة للأموات، ميشون بتنقذها وبتقتلهم. وقتها جيدس بتتفق معاهم على صفقة انها تخلي ميشون تهرب وترجع لأولادها، وريك هيرجع معاها المعسكر. بس جيدس بتفاجئ ريك بانها معاها مسدس تاني وبتهددهم بيه. ما كانتش عارفة انه متفق مع ميشون اصلا علشان يخدعوها لانهم مش واثقين فيها، وميشون بتصدمها وبتهددها ببندقية. في اللحظة دي بيهجم الأموات الأحياء على جيدس ويعضوها في رقبتها، فبتتصاب إصابة شديدة وكلها دقايق وتتحول هي كمان. بتفتكر كل الخسائر اللي خسرتها في حياتها وإنها تعبت جدا، وكل اللي كانت عاوزاه إنها تكون جزء من شيء هيدوم فترة أطول، علشان كده كانت بتحاول تحافظ على وجودها في المدينة السرية. ما كانتش عاوزة ريك يهرب منها علشان ما يهددش النظام اللي هي بتأسسه، لأنها كانت مقتنعة إنها لو سابت ريك وميشون يهربوا فمصيرهم هيتقلبوا على الجيش ويرجعوا ينتقموا منه، كده تكون خسرت مجتمعها القديم والجديد. ساعتها جيدس بتقول لهم على مكان الملف علشان يروحوا ياخدوه ويدمروه ويهربوا ويعيشوا حياتهم زي ما يحبوا. بس ميشون بتطمنها وبتقرر انهم يدمروا الملف ومعاه الجيش كله علشان يحرروا الناس اللي بقوا فيه زي العبيد، ما يقدروش يتحركوا حتى بإرادتهم. بعدها ريك بيقتل جيدس قبل ما تتحول، وبيمشي هو وميشون علشان يرجعوا كاسكاديا ويدمروا الملف قبل ما حد يوصل له. في الوقت اللي كان جابرييل مستنيها في نفس المكان في الغابة زي كل سنة، بس مش بتيجي، وساعتها بيعرف انها ماتت. بعدها ريك بيروح المعسكر يسلم نفسه، وبيرلا أول ما بتشوفه بتتفاجئ بس كانت فرحانة. ساعتها بتعرف سر إصرار أوكفور على إنه يجند ريك لأنه شخص قوي ومش بيستسلم بسهولة. بس الغريب إن بيرلا كانت شايفة إن تغيير الجيش وطريقته زي ما كان أوكفور بيحلم شيء صعب وفكرة ماتت بموته. بتتفق مع ريك إنهم يكونوا جزء من الجيش الحالي زي ما هو من غير ما يحاولوا يغيروا فيه شيء، وبكده هينجحوا. في نفس الوقت اللي كانت ميشون متنكرة في زي الجنود وبتتسحب وبتدخل المعسكر ومحدش بيحس بيها، بتروح على مكتب جيدس وتدخله وتبدأ تدور على الملف. بس أول ما بتدخل المكتب بتصدم من الفوضى اللي في المكان وإنها إزاي هتلاقي الملف هنا. وقتها كان ريك راح يقابل القائد بيل اللي بيروح معاه مكتبه علشان يقول له على خطته. ميشون بتلاقي الملف اللي بتدور عليه أخيرا، وكان فيه كل المعلومات عنها هي وريك وعن مجتمعهم في اسكندرية. ساعتها ميشون بتقطعه وبتيجي خارجة بتلاقي واحدة من الجنود بتفتح الباب، فما كان منها إلا إنها قتلتها علشان ما يتعرفش بوجودها في المعسكر. لما بنرجع لريك كان بيل طلب منه إنه يسيب سلاحه وقبضته الحديدية على المكتب، اتكلم معاه بخصوص مستقبل العالم. ريك بيكتشف بقى، ودي كانت أول مرة يعرف الحقيقة دي، إن بيل هو اللي ورا تدمير وتفجير المدن، وإنه بيقضي على أي تجمعات مدنية علشان يبقى هو الوحيد المسيطر والمتحكم لغاية ما يبقى هو المتحكم في العالم كله. مش بس كده، ده هو اللي ورا تطوير الفيروس ونشره بين الناس علشان يقضي عليهم ويمتلك كل الثروات اللي في العالم. ده غير الجواسيس والخونة اللي زرعهم في كل المجتمعات علشان يكونوا هم نقطة الضعف ويمدوه بكل المعلومات اللي محتاجها لتدمير وزعزعة استقرارهم. طلع ده الجيش المدني اللي الكل فاكرين انه بيحميهم هو السبب في كل الدمار اللي بيحصل، منهم بدل ما يطوروا علاج للفيروس ويحمي الباقيين من الناس كانوا بيعملوا فيروس اقوى بيفجروا المدن باللي فيها. ساعتها ايريك بيتضايق وبيتعصب جدا لما بيعرف كل الحقيقة دي، بس بيتحكم في غضبه وبيفتكر كل الصعوبات اللي مر بيها وانها في النهاية كانت بسبب شخص طماع وشرير. ريك بيسمع من بيل النهاية علشان يعرف كل حاجة. في الوقت اللي كانت ميشون حضرت اجتماع الخطة الحربية، وتعرف ان التجمعات المدنية فيها جواسيس تابعين للجيش بيعملوا حصر بكل الأطفال الموجودين، أساميهم وصورهم وكل المعلومات عنهم، لأن المخطط له إن هيتم تفجير المجتمعات دي وهيتم إجلاء كل الأطفال اللي اختاروهم علشان يبدأوا بيهم مجتمع جديد معمول له غسيل مخ ومستسلم من البداية على أفكارهم. وأول ما يتم إجلاء الأطفال هينشروا غاز الكلور في المدينة ويصفوا سكانها. في الوقت اللي كان ريك قرر يقتل بيل لما ميشون بتبعت له إشارة على اللاسلكي لما بتشوف صورة ابنها وسط صور الأطفال المختارين علشان يتم إجلاهم وقتل أهاليهم. ريك بيهجم على بيل مرة واحدة وبيتقاتل معاه لغاية ما بيقتله بسيفه وطعنه في صدره. هو بيقول له إن خسر نفسه يوم ما انضم للجيش بتاعهم وبقى ينفذ مخططاتهم الشريرة. بعدها ريك بيتواصل مع ميشون على اللاسلكي وبيتفق معاها على المكان اللي هيتقابلوا فيه. بياخد جثة بيل في صندوق وبينزل بيها في الأسانسير، بس من حظه إن كان معدي جندي يشوف الدم اللي نازل من الصندوق وبيهاجمه، بس ريك بينزل فيه ضرب لغاية ما بيكسر له دماغه بقبضته الحديدية. ساعتها ميشون كانت وصلت وبتقول له على خطة الجيش وإنهم لازم يوقفوهم قبل ما يخسروا كل شيء، ودي فرصتهم الوحيدة لإنقاذ العالم. فعلا ريك بيوافقها وبيروحوا يجهزوا صندوق مليان بالقنابل علشان يفجروا مستودع الأسلحة والمتفجرات ويبوظوا خطة الجيش.
في الوقت اللي كانت بيرلي شكت في ريك وسبب رجوعه وإن وراه حاجة، بس ريك وميشن وقتها كانوا في خيمة السلاح وبيزرعوا المتفجرات في كل مكان يوصلوها بأسلاك ويربطوها ببيل والجندي التاني اللي ريك قتلهم وتحولوا لأموات أحياء، وبيخلوهم يتحركوا علشان ينزعوا مسمار الأمان في القنابل ويفجروها. بس هما خارجين من الخيمة بيتفاجئوا ببيرلي وبتجبرهم إنهم يرجعوا الخيمة ويلغوا كل اللي عملوه. وقتها كان السائلون خرجوا من الخيمة والقنابل اتفجرت في الخيمة، وبيحصل انفجار رهيب وغاز الكلور والغازات السامة بتنتشر في الجو لدرجة إن محدش بقى شايف حاجة. حذر ميشن إنهم جريوا استخبوا تحت خزان المية، وأول ما الانفجار حصل الخزان بينفجر والمية بتحميهم من الغاز. ساعتها ميشن بتجري على بيرل علشان تاخد منها القناع بسرعة وتديه لريك، بس بيرل بتقاتل معاها وهي بتقول لها إن الحب ملوش مكان في العالم ده، بس ميشن بتقتلها وهي بتقول لها إن الحب لا يمكن يموت، وبتاخد منها القناع علشان تديه لريك. تتفاجئ ساعتها إن ريك فجر القنبلة في السائرين اللي اتجمعوا حواليه علشان يقتلهم، وكانت فاكراه مات بعد كل اللي مروا بيه ده. لحسن حظهم كانت القنبلة انفجرت في السائرين اللي كانوا حواليه وهو ما حصلوش أي حاجة، وبسرعة ميشن بتديله القناع ويساعدوا بعض لغاية ما بيطلعوا فوق الكونتينر علشان يبقوا بعيد عن الجنود اللي اتحولوا كلهم لأموات أحياء. واللي ريك وميشن عملوه ده كشف الحقيقة، والكل عرف بالأعمال والأنشطة المشبوهة للجيش الميداني. وبيبدأ الجيش العسكري حملة إنقاذ الأطفال، وبيكتشفوا إن التسلسل الهرمي للقيادة كان غريب جدا، والقيادات العليا ما كانش عندهم أي خلفية أو علم باللي بيل كان بيخطط له والأسرار اللي كانت موجودة. وبيتم إصدار قرار إن أي حد من المدنيين اللي تم إنقاذهم يقدروا يمشوا من المدينة أو يعيشوا فيها بكامل حريتهم، مفيش حد هيكون مجبر على الإقامة بعد كده. ده غير إن المدينة بتفتح أبوابها لاستقبال المواطنين اللي جايين وحابين إنهم ينضموا ليهم، وبيتم مساعدتهم ونقل الناجين من كافة أنحاء القارة علشان يبدأوا حياة مستقرة ويشاركوا في تأسيس حضارة جديدة. ميشن وريك بيرجعوا اسكندرية وأولادهم كانوا في استقبالهم، ودي كانت أول مرة ريك يشوف بنته من 9 سنين. أول مرة يشوف ابنه اللي بيفاجئه بيقوله إنه كان عارف إن مصيره هيرجع في يوم من الأيام علشان كان مؤمن بشجاعته وقوته. ساعتها ريك مش بيعرف يقول ولا كلمة، وبيعرف إن وجوده مع عيلته يستاهل إنه يضحي بكل شيء، وإن حياته معاهم مهما كانت الصعاب اللي مر بيها أغلى من أي حاجة. أكتر حاجة ندمان عليها إنه ما كانش موجود معاهم وشافهم بيكبروا قدام عينيه. ولغاية هنا بيخلص فصل جديد من حكاية الأموات الأحياء، وبنعرف إن الإنسان بأنانيته وبطشه بتسبب في دمار العالم، وفي النهاية دمر نفسه، وكل ده علشان السلطة والنفوذ. بس بتفضل العيلة هي الكنز الأكبر والقوة، واللي بيدينا قوة غير طبيعية إننا نحمي بعض، وما فيش حد هيضحي بنفسه علشان ينقذك إلا عيلتك. وإصرار ميشن وريك على إنهم يتمسكوا بعيلتهم كان السبب في إنهم ينقذوا العالم كله، مش أولادهم بس، علشان العالم ده أولادهم هيعيشوا فيه، فكان لازم إنهم يمهدوه علشان يكون مناسب ليهم. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.